السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في نصيحة جديدة نبدأ بها وطو. هاد النصيحة دي مهمة جدا بالخصوص في هاد الأيام الممطرة وفي هاد الفصل الشتاء. بزاف الناس كيطيحوا في هاد الخطأ وكيخرجوا على السيارات ديالهم. أولا وقبل كل شيء كنواسي وكنعزي يعني كنطلب من الله عز وجل أن الله يعوض ويخلف ويصبر الناس اللي تضرات من هاد الفيضانات ومن هاد الأمطار الغزيرة ما شاء الله. ثانيا النصيحة شنو هي بزاف ديال الناس كيوقع لهم هاد المشكل هذا، هو كما كتعرفوا دابا كاين فيضانات وكاين مستوى المنسوب ديال المياه كيرتفع والمستوى ديال الماء كيرتفع، وبزاف ديال الناس كيزعموا كما كتشوفوا في بزاف ديال الفيديوهات دابا الناس كيشوفوا بان مستوى الماء عالي وكيزعموا، رغم ان تقول ما كاين حتى شي مشكل. ما كاينش بزاف، يعني كاين واحد تقريبا 30 سنتيم 40 سنتيم والناس كتزعم. ردوا البال علاش؟ لان كاين هذا المشكل هذا ما مطروحش للسيارات كاملين، ولكن كاين بعض الانواع مثلا البيجو، مثلا الفا روميو، الفيات عندهم، وكاين ماركات اخرى. هذه على سبيل المثال عندهم الفلتر ديال فلتر يعني فلتر ديال الريح. التيو ديالو كاين لتحت، يعني كيجبد الهواء من التحت. كاين المحرك على هذا المستوى هذا مثلا، وكاين الفلتر عامل هكذا، ماشي بحال السيارات الاخرين اللي عندهم الفلتر مثلا هكذا كيسف الهواء من القدام من الجهه ديال البارتشوك عالي شي شويه. لا، هذا كاين بزاف ديال الماركات اللي عندهم الفلتر هكذا، يعني هابط على المستوى ديال المحرك هكذا، وكاين الفلتر هنا الور كيجبد الريح من التحت. اذا الا تعلى المنسوب ديال المياه 30 40 50 سنتيم والانسان كيزعم كيقول ما كاين باس، راه ما غاديش تدخل الماء، ما غاديش يدخل المحرك وما غاديش يدخل داخل، ولكن راه حذاري، راه ملي كتمشي هاد المحركات اللي عندهم هاد التيو هذا راه يقدروا يسفوا الماء. غتقول لي شنو غادي يقدر يوقع؟ كاع هاد التيوات هذا من تما ملي كيكون خدام محرك تيربو خدام، بالخصوص السيارات اللي فيهم تيربو كيكون كيسف الريح بواحد الطريقه اللي يعني قويه جدا. ما بالك انه اذا تغطس هذاك الطوبو هذاك التيو في وسط الماء غادي يسف الماء. شنو غادي يوقع الدالي؟ الماء غادي يدوز لك المحرك. كيفاش غادي يدوز المحرك؟ بطبيعه الحال الماء ملي غادي يصفو بهذيك السرعه اللي كيدور بها المحرك والتيربو غادي يصف يدوز على الفلترو، من الفلترو غادي يدوز للتيربو، من التيربو غادي يدوز لادميسيون، غادي يدوز للمحرك، غادي الله يسر طق مشاو لي سوباب، مشى الموتور، مشاو المشاكل اللي كنا في غنى عنها. لذلك النصيحه ديالي، كاين سيارات علاش كتشوفوا دابا بحال غادي نوريكم هاد الكات كاتات هادو، الناس اللي كيمشيو للسياحه وكيمشيو للمناطق الجبليه والمناطق اللي كيقطعوا فيها الودان، وهذا عندهم انستالاسيون كيديروا موديفيكاسيون. دابا ولاو السيارات هادو، هاد الكات كاتات هادو كيخرجوا من لا ميزون، كيخرجوا مزودين بواحد تيو ديال ديال لادميسيون اللي كيدخل منه الريح، عندهم عالي بحال اللي كتلاحظوا، عندهم عالي يعني التيو الفوق باش واخا يدخلوا في وسط الماء، واخا يوصل الماء حتى لهنا ما يجبدهمش، واخا يوصل حتى للكراسه، واخا هذه الموتور ما كيوقع له والو. بينما كاين موديلات هادو توريزم، ردوا البال الناس اللي عندهم سيارات، حنا بلا ما نبقاو نسولوش من السياره اللي عندها هذا المشكل هذا، ايفيتيو ان السلامه ديالنا والسلامه ديال السياره ديالنا. ملي نشوف منسوب ديال المياه مرتفع لواحد الدرجه اللي تفوت مثلا واحد 40 سنتيم حتى ل 50 سنتيم، حذاري نوقفوا السياره، نرجعوا اللور، نصبروا. الانسان اللهم تصبر ولا تصدق، يا اما جوج حاجات، يا اما تدخل ويجرك الماء ويجرفك مع الواد والله قدر الله تولي في شي حاجه ماشي هي هذيك، يا اما اذا ما وقع لك والو سلكتي الواد وسفيتي الماء يقدر وواحد الحاجه، اذا مشى حتى الموتور شد الماء سف الماء راه كيوقف في البلاصه. يعني تخيل انت في وسط مثلا في وسط الواد ولا في وسط الضايا ولا في وسط المنسوب المياه العالي، في وسط شي طريق اللي عامره بالماء، ودخلتي لداخل وسف لك الماء في الموتور، غادي ما غادي ديماري، غتصدق هذيك الساعه ما حيتك ترجع مارش اريار اللور، ما حيتك تزيد لقدام، غادي تولي في مازق. لذلك النصيحه ديالي الله يرضي عليكم في الخصوص في هذه الوقيته هذه، باش كنشوف الناس بزاف كيزعموا كيدخلوا في الماء منسوب المياه عالي وكيغامروا وكيدخلوا. اذا عجبتكم النصيحه ما تنساونيش بالدعاء كما العاده، وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.